تصريحات نارية من ريبيرو مدرب الأهلي بعد التعادل 2-2 مع مودرن سبورت في افتتاح الدوري. قال خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أن الفريق توفرت له فرص عديدة أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة من بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف. وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفا ثانيا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير. وأضاف ريبيرو: سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على حلها. وأكمل ريبيرو الحديث: مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني، والجميع قدموا المطلوب منهم، وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه إلى المستمر إلى الانتصارات، وأقدر مجهود الجميع مع مرور المباريات. ومع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور، ولدينا 27 لاعب لن يشاركوا جميعا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من جميع اللاعبين. واختتم ريبيرو المدير الفني للأهلي حديثه بالتأكيد أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز، مشددا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة. هل من وجهة نظرك سيستمر ريبيرو المدير الفني للأهلي في قيادة الفريق، ولا سوف يتم اتخاذ قرار بإقالة المدرب؟ ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.